رجعنا لكم تاني ظبطنا بعض الأشياء. طيب، قلت قبل كده إن الكون طاقة واعية، وقلت إن الكون بيتعامل معايا بشكل ذبذبات وترددات في التعامل مع الكون الخارجي. الكون الخارجي مسخر لخدمتي، مسخر ليا. الكون الخارجي يتعامل معايا بترددات وذبذبات اللي خارجة من جسمي. وقلت قبل كده في فيديو سابق أن الطاقات المتشابهة تتجاذب، الطاقات المتشابهة تتجاذب والطاقات المختلفة تتنافر. ده قانون كوني. كل ما طاقتك تبقى حلوة تجذب أشخاص حلوة، كل ما طاقتك تبقى حلوة بتجذب مواقف كويسة، بتجذب إليك النعم، الخيرات، النعيم. ما تخرجه من كلمة تجذب إليك مواقف أو كلمات من نفس طاقة هذه الكلمة. ركزوا عشان الموضوع مهم جدا. العالم الأوروبي زي ما أنا قلت في أول فيديو، العالم الأوروبي كله الأطفال يعلموا ما أقوله، الناس عارفاه كويس جدا. وقلت برضو إن القوانين الاستحقاق تدرس في العالم الأوروبي بره مصر أو بره العالم العربي. والقوانين دي هي أصلا موجودة عندنا، الله تحدث عنها، الرسول تحدث عنها، العقائد تحدثت عنها، العقائد السماوية، الصحابة تحدثوا عنها، الصالحين تحدثوا عنها، وعن أهمية معرفة هذه القوانين في جذب الخيرات والنعيم. قوانين كونية إلهية معروفة، لازم انت تعرفها. اللي بتبعثه للكون بيترد لك مرة أخرى. كل شيء بيلف لك كده وبيجي لك مرة أخرى، من كلمات ومن أفعال ومن صدقات، وفي نفس الوقت بيجي لك في ساعتها. وناس كتير هتقول، يعني زمانها بتسمعني دلوقتي وهتقول فعلا ده بيحدث. زينوها في بعض البلدان وقالوا عنها الكارما، الجزاء من جنس العمل. قالوا عنها الكارما. الله سبحانه وتعالى تحدث في آيات كثيرة جدا عن هذا الأمر وعن استحقاقك، وما أنت عليه إلا مرحلة استحقاقك. يعني هو ده الاستحقاق اللي انت عليه، الخير اللي انت عليه دوت دلوقتي هو مرحلة استحقاقك، والشر اللي انت عليه دلوقتي هو مرحلة استحقاقك. كل وضع انت عليه حاليا هو مرحلة من الاستحقاق، انت اللي قدمت اليها لتصلي الى هذه المرحلة من الاستحقاق. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول تفاءلوا بالخير تجدوه، مش ستجدوه، لا تجدوه في الحال. تفاءلوا بالخير تجدوه. الله سبحانه وتعالى بيقول في الآيات، في الآية القرآنية بيقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تجدوه، وما تقدموا لأنفسكم. خلي بالك من كلمة لأنفسكم، ليك انت، اللي انت بتقدمه ده ليك انت. الخير اللي انت بتقدمه مش عشان خاطر تساعد المحتاج، لا والله، لا والله، اللي بتقدمه ده ليك انت يا فندم. لان انا قلت قبل كده الطاقة نضيفة، الطاقة نضيفة، فبتبعث حضرتك او حضرتك بتبعث للكون طاقة نضيفة حلوة فيها خير، فبيجذب اليك الخيرات. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. تجدوه زي تفاءلوا بالخير تجدوه، بتلاقيه في ساعته عند الله.
هو خيرا وأعظم أجرا. سورة المزمل. الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. برضو نفس الوضع. ظنك بالله بالسوء، ظنك بالله السوء، ربنا يضع. وهنتكلم على موضوع دائرة السوء دي يعني بعد قليل يعني إن شاء الله. أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله لي، وإن ظن بي شرا فله. استحقاق. طيب. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طيب. إنما بغيكم على أنفسكم. خلي بالك برضو أنفسكم تاني اهو. إنما بغيكم على أنفسكم. الأولى وما تقدموا لأنفسكم من خير. التانية إنما بغيكم على أنفسكم. طيب. ده معناه إيه؟ ده معناه إيه؟ إن أنت الذي تحدد استحقاقك. والله معلومات مهمة جدا جدا جدا. أنت الذي تحدد استحقاقك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللي انت عايزه انفق منه يجيلك بزيادة، سواء كلمة أو فعل أو أموال. في قوانين الاستحقاق الطاقة التي تخرج منك بدايتها فكرة. بداية الطاقة هي فكرة. الفكرة أول إما بتجيلك، والفكرة هي يعني بتكون في العقل نفسه. والعقل مش هنا، العقل هنا. وقلتها وافضل اقولها، اللي عايز اثبت له يتناقش معايا. العقل في القلب. العقل في القلب وليس في المخ. العقل هو الذي يحرك كل شيء في الجسد عن طريق الاشارات اللي بتديها المخ للجسم. معلومات مهمة في الفيديو ده يا جماعة، ركزوا قوي قوي قوي. ربنا بيقول حتى في القرآن اللي انت بتبعثه من جسدك، سواء أفكار أو فعل أو مشاعر، كل ده لنفسك انت. الخير اللي هتعمله ده لنفسك انت، هيكون استحقاقك انت. واللي انت أيضا بتفكر فيه من سوء هيبقى ليك انت، لنفسك، هيقع على نفسك، مش هيقع على غيرك. الكون قلت قبل كده ان هو طاقة واعية، انت اللي بتشحنه، وانت اللي بتتحكم فيه، وانت اللي تقدر. وقلت قبل كده انت بطل الرواية بتاعت الحياة اللي احنا عايشينها. انت البطل، بايدك تبقى البطل لو فعلت القوانين الكونية، قوانين الاستحقاق. القوانين دي مش هتتفعل غير باللي ربنا قالك عليه من قوانين، وأثبتها العلم أثبتها. العلم أثبتها إن أنت كل شيء بيصدر منك من كلمة أو فكر أو فعل أو مشاعر، الكون بيجيبهولك مرة أخرى على شكل مواقف أو على شكل أفعال لناس بتتعامل معاها، أو بتكون أشياء مفاجأة، سواء الخير اللي انت عملته أو الشر اللي انت عملته. مفيش حاجة رايحة، مفيش حاجة رايحة، وده اللي أثبته العلم. فشوف انت وصلت نفسك لمرحلة من الاستحقاق ايه، وراجع كلامي تاني. هتلاقي نفسك المرحلة اللي حضرتك تستحقيها الآن ما هي إلا اللي انت فكرت فيه زمان، أو اللي انت فعلتيه زمان، أو اللي انت أخرجتيه من هذا الجسد للكون، سواء نعيم أو غير نعيم.
طيب في الوعاء، في وعاء اللي هو النفس. والنفس ربنا وصفها بأكثر من شيء في القرآن الكريم، يعني اللوامة والأمارة بالسوء والمطمئنة. حضرتك وحضرتك المسؤولين على هذه النفس. قد تجعليها تستحق الخيرات، وقد تجعليها تستحق كل المساوئ التي ستجذب إليها، كله بناء على الفكر، الأفكار والمشاعر والأكشن، الأفعال اللي هتعمليها. وبداية كل شيء دايما بقولها، بداية السعي في أي شيء هي فكرة، هي فكرة، هي العقل اللي بفكر بيه. والعقل هنا اللي هو القلب، والقلب لو نضيف كل الحياة هتلاقيها بتضحك لك، الحياة كلها هتلاقيها بتضحك لك، لأن الطاقة نضيفة. في القلب مضغة، إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. ودي حقيقة أثبتها العلم، أثبتها العلم. القلب كل ما هو يبقى نضيف من الضفاء كده وأبيض وجميل كده من جوه، تلاقي الكون كله بيجذب إليك كل الخيرات وكل النعيم إن شاء الله. ولذلك الله بيقول وما تقدموا لأنفسكم، أنت بتقدم لنفسك. كلمة طيبة دي لنفسك، لازم تكوني فاهمة، لازم تكوني فاهمة. هنرجع تاني لموضوع اقرأ اهو. أول آية نزلت على سيدنا رسول الله، اقرأ، افهم، اتعلم. لما تبقي فاهمة وعارفة إن أنا لما أبقى قاعدة في مكان وأقول كلمة طيبة، أقول كلمة طيبة ده لنفسي، ولما أقول كلمة وحشة لنفسي برضه. قانون كوني اللي بيقولوا عليها الكارما. دي بقى الكارما يا جماعة، دي بقى موضوع الكارما، الجزاء من جنس الهية دي. خلاص، عشان سمعتها كتير قوي الايام اللي فاتت، كارما اوكي، بس انت الكارما دي موجودة عندنا، ربنا مكلمنا عنها والعلم اثبتها. انت اللي بتشحن الكون، وحضرتك اللي بتشحن الكون. انت اللي بتشحن الكون اللي انا فيه. كون بيتشحن، بيتشحن. الكون عبارة عن مجموعة من الذرات، وهذه الذرات عبارة عن شحنات كهربائية. كل الشحنات الكهربائية دي، وحضرتك أيضا نفس الوضع، أنت اللي بتشحن الكون وأنت اللي بتتشحن برضه. بس الفرق ما بين إن شخص ممكن يتشحن من أشخاص سلبية، هي عملية الفيصل في الأمر، الوعي والإدراك. أنت عندك وعي وإدراك إن أنت يكون عندك مدخلات وتدخل كل شيء إلى جسدك. اللي هيبقى الدرع الواقي لحضرتك ولحضرتك هو الوعي والعلم والإدراك. ولذلك احنا بنقول اهو قوانين الاستحقاق اللي هي بيقول عليها الكارما، الجزاء من جنس العمل، حقيقة أثبتها العلم. وضعك الحالي ما هو إلا مرحلة استحقاقك، ومرحلة استحقاقك من كل فاعل أو كل كلمة أو كل شيء أنت عملته في الماضي، ما هو إلا الكونكلوجن أو النتيجة بتاعت ما فعلته في الماضي أو حضرتك فعلتيه في الماضي من كلمة أو فعل أو ردة فعل. القوانين الكونية، ادي الخير تلاقي خير بمفهومها البسيط. كلمة طيبة هتطلعها ليها تأثير فظيع على الكون، بتشحن الكون كله. انت بتدي للكون، بتقول له انا عايز من دي. خد بالك، خدي بالك، عشان الموضوع مهم. كل شيء بيخرج من حضرتك او حضرتك طيب، انت بتقول للكون انا عايزه منه او عايز منه، سواء كلمة او فعل، سواء كلمة او فعل او حتى مشاعر اللي هي بنقول عليها الاحساس، الاحاسيس. انت بتقولي للكون انا عايزه من ده. فخلي بالك، يكون تفكيرك سلبي وتكون طاقتك سلبية ومشاعرك سلبية، الكون بيقولك انا هديكي من اللي انت بتخرجيه من طاقة وذبذبات ليا، هجذبلك منه، هديكي منه. فخلي بالك،
ولذلك الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ربنا تحدث عن الكلمات بشكل كبير جدا. كلمة، لأن الكلمة التي هتطلق للكون وبتشحن الكون وبتقول للكون أنا عايزة من ده، فخلي بالك أنت بتطلعي إيه. طيب، هو ده بيأثر جسديا ونفسيا عليا؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. لما اجي اتكلم كلمات طيبة، الجسم بتاعي او العقل بتاعي بيترجمها، وكأني اتحدث الى نفسي، وكأني اتحدث الى نفسي. كل كلمة ليها ذبذبات، الذبذبات دي بتأثر على جسمي. زي ما احنا بنقول كده، الموبايل ما تحطوش يمة القلب. ليه؟ عشان بيخرج منه ذبذبات. وانت اعظم مخلوق في الدنيا، حضرتك اعظم مخلوقة في الدنيا، بيخرج منك ذبذبات وطاقة. الذبذبات بتاعت الكلمات او بتاعت الافكار، الفكر، خلينا هنا بقى، بلاش هنا عشان احنا اتعودنا نقول الفكر هنا. والفكر اللي بتخرج من جسدك او اللي هي في جسدك تؤثر عليك، وتؤثر على النفسية، وتؤثر على الجسد عضوي. بجد والله، والله على ما اقول شهيد، والله على ما اقول شهيد، ومثبت علميا. كل كلمة بقولها مثبتة علميا. كلمة كوتش هيثم، ده احنا بنقول كلمات كتير. ما انت شوف حلك بقى، شوف وضعك انت ايه. ما هو مش كل النعيم فلوس. خلي بالك برضو يعني، ما هو مش كل النعيم فلوس. في ناس معاها فلوس ما بتاكلش ولا بتشرب، ممنوعة من الأكل. في ناس معاها فلوس لغيرها، لغيرها. فخلي بالك من الموضوع ده. كلمة والفعل، الفعل نفسه، الفعل نفسه. وما تقدموا لأنفسكم، ليك انت ما بتقدمش للي محتاج، ده لنفسك. مش اللي محتاج كلمة طيبة ولا محتاج فلوس ولا محتاج تقف جنبه، ده لنفسك يا فندم. تجدوها عند الله. شوف بقى انت ربنا خيراته عاملة ازاي، وخزائنه مملوءة لا تنفد. بس انت افهم القانون الكوني ده. لما تلاقي حد محتاج اجري عليه، اصل مش ليه، ده ليك انت، ده ليك انتي. لما تلاقي حد متضايق قول له كلمة طيبة، ما تشمتش فيه، ما تشمتيش فيه ولا فيها. قولي كلمة طيبة. ده ليك انت، ده ربنا اللي بيقول مش هيثم. ده ليك انت، وقانون كوني. والله ثم والله ما تطلقه للكون من كلمات او افعال هتلاقيها، هتشوفها. ولذلك في ناس تقول لك ايه، انا طلعت لله سبحانه وتعالى كده صدقة، والله لقيتها في نفس اللحظة. لقيت فلان بيتصل بيا وربنا سهل لي في امر ما. وعد الله، قوانين كونية، قانون كوني اللي بيقولوا عليها الكارما. هي عندنا اصلا وموجودة، وموجودة في كل العقائد السماوية، مش عندنا بقى، في كل العقائد السماوية. فمن قوانين الاستحقاق برضو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف انت عايز الكون يتعامل معاك ازاي، شوف انت عايز الكون يتعامل معاك ازاي، شوف انت عايز الكون دوت يتعامل معاك ازاي. انت الذي تحدد، انت المايسترو، انت المايسترو بتاع الكون ده، انت المايسترو بمعنى الكلمة بتاع الكون ده. اني جاعل في الارض خليفة، انت خليفة الله في الارض، انت المايسترو الذي تحرك كل شيء. انت لديك قدرات، قدرات بمعنى الكلمة مدهشة. بس العلم والادراك ان انت تفهم تفعيل هذه القدرات. ولذلك اول آية هي اقرأ، افهم، اتعلم، خد بالك. فشوف انت عايز ايه واطلقه للكون، وخد بالك
ما تطلقه للكون من خير أو شر ده ليك انت، لنفسك. قانون كون يحفظوه. لما تيجي كده بقى حضرتك تتكلمي كده على غيرك، اعرفي ان انت هتتكلمي على نفسك. اعرفي ان انت اشخاص هتيجي نفس الوضع. فعل بتقدميه خير، اعرفي ان انت ده لنفسك. هتدور الايام وهيجي شخص يقدم لك نفس الخير او ازيد، لان خزائن ربنا مملوءه لا تنفد. انت بتعملي عشان خاطر الله سبحانه وتعالى، وربنا فهمك اللي انت بتعمليه ده لنفسك عشانك انت، مش عشان اللي محتاج كلمة ولا اللي محتاج تقفي جنبه ولا لا 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 لا، ده عشانك انت. ده قانون. يعني انا كده كنتش هيثم، ده انا بايدي اعمل خيرات كتير. اعمل ده لنفسك. جرب، انا جربتها عن نفسي. اعمل كل حاجة لوجه الله، شوف ربنا هيعمل معاك ايه. بس جرب من اول الدقيقة دي. كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة. تصدقت. مش كده وبس، ده لنفسك. الابتسامة في وجه أخيك، ابتسم كده، صدقة تصدقت. قانون كوني. عايز ايه تاني؟ قوانين اهي، امشي عليها وجرب. انا جربتها، حاجات كتير اتغيرت. بس اعمل لوجه الله، بلاش رياء. يعني تعمل لوجه الله من غير رياء. بلاش كلمة الرياء دي او الفعل بتاع الرياء ده. بلاش اقول انا اهو، يعني بلاش دي. فخلينا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. التعامل مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء. ده بيقول لك وما تقدموا لانفسكم، ليك انت، مش اللي رايح تديله. مش اللي راح تديله كلمه طيبه ولا راح تديله فلوس ولا. ده انت يعني زي ما احنا بنقول كده، انت تكرم نفسك. انت تزكي نفسك، تعليها في الكون في الدنيا وفي الاخره. بس خلينا شويه بالاخلاص. خليها يكون فيها اخلاص كده. انا بعمل كده عشان خاطر الايه القرانيه. انا بعمل كده عشان ده قانون كوني. وعلى نياتكم ترزقون. هترزق على النية، والنية محلها القلب. ولذلك في بداية البث بقول ان قلبك لو نضيف كل الخيرات ستجذب اليك. لو انت تعبان لسه، او الرزق بتاعك لسه مش قد كده، الرزق بتاعك لسه مش قد كده، وفي حاجات تعباك وعندك امراض وعندك بعض الاشياء المستمرة معاك، نظف القلب. صدقني، نظف القلب. ونظفي قلبك بقى. نظفي قلبك شوية، الدنيا هتلاقيها اتغيرت معاكي. لذلك الله بيقول في آية قرآنية أخرى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. خد بالك من نفسك الأول، وعي نفسك الأول، افهم الأول، وملكش دعوة بغيرك. دي حتة للناس، الحتة دي لإيه؟ للناس اللي شاغلة بالها بالغير. اللي شاغلة بالها بالغير. وأيضا اللي بيقول لك أنا بضحي عشان خاطر الغير. مين قال لك ضحي؟ ومين قال لك ضحي؟ مين قال لك ضحي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. في ناس بتقول لك يعطيه. طب ازاي؟ ازاي؟ انت مش حاسس بالحب، هتعطي حب ازاي؟ ما معكش فلوس، هتعطي فلوس ازاي؟ ازاي؟ ما تقوليش فاقد الشيء يعطيه، صعبة دي قوي. تقول لك اصل انا ما عشتش الحب ففاهمة. انت ازاي فاهمة حب وانت ما عشتيش حب؟ ما عشتيش مودة ورحمة. ما تجيش تقولي لي انا هدي مودة ورحمة. هتديها غلط، ما انت مش فاهمة الطريق ازاي، ولا انت مش فاهم الطريق ازاي. ولذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللي داخل ده الوعاء اللي جوه الجسم، غير بالفكر والقوانين الكونية بتاعت الاستحقاق اللي احنا بنتكلم عليها دي، وبالوعي والإدراك يتغير الكون بأكمله. والله ما حد هيقدر عليك. والله ما هتلاقي فيه أمراض. والله ما هتلاقي فيه غير كل خير ونعيم. وخد بالك، وبرضه بقولها للسادة المتدربين عندي والسيدات المتدربات:
ان انت لما تتغير فكريا ووعي ويكون عندك ادراك سيتساقط بعض الاشخاص. ليه؟ لان انت ذبذباتك عليت وتردداتك عليت وطاقتك بقت حلوه نظيفه، فكل ما يبعد اللي هيبعد عنك اعرف ان هو اقل منك في الطاقه، ما كانش بيتناسب معاك او كان بيتناسب معاك في الفتره بتاعه استحقاقك. انما انت لما بتيجي بتغير جوه للافضل، الكون كله بيتغير لك للافضل، بيجذب لك الافضل الاحسن. تبدأ تخرج كلمات طيبة، أفعال طيبة بتساعد الناس. الكون طاقة فاهمة وواعية، والله واعية وفاهمة، بتجيب لك من نفس الذي تخرجه، من نفس هذه الطاقة. فخد بالك من كلماتك، وخدي بالك من أفعالك، وخدي بالك حتى من نظراتك، خدي بالك من الفكر والمشاعر، لأن دي بتكلم الكون، تقول للكون خد بالك، أنا عايزة من ده. ولذلك في ناس دايما عايشة في الحزن، وتقول يا رب امتى بقى الحزن ده يخلص وامتى المشاكل تخلص. بيزيد الحزن والمشاكل. ليه؟ لان انت لازم تغيري جوه الاول. ما هو قال لك سيدنا النبي تفاءلوا بالخير تجدوه هتلاقيه دلوقتي، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه. امال ايه يا كوتش هيثم موضوع الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء؟ طيب، العلم أثبت عن طريق بعض الكاميرات إن حضرتك وحضرتك لما بتبقوا زعلانين، أو حضرتك بيكون عندك أفكار سلبية، بيكون حواليك هالة سوداوية أو بنفسجية غامقة. إيه ده؟ اسمع مني بس، اسمع مني بس عشان نفهم، عشان العالم الأوروبي بقى في حتة تانية بسبب هذه العلوم. معقولة؟ بتبقى عليك قورة أو هالة كده سودة منيلة. ليه؟ عشان كلك مشاعر سوداوية، ما بتحبش الناس، أو قد تكوني ما بتحبيش الناس، أو قد تكوني بتغيري، أو قد تكون بتغير من حد، أو قد تكوني ما بتتمنيش الخير للغير، أو قد تكوني بتعملي كده تتكلمي عن الناس، أو قد تكون بتتكلم عن الناس. ولذلك إنما بغيكم على أنفسكم، سورة فاطر. سورة فاطر، إنما بغيكم على أنفسكم. يعني إيه؟ يعني كل إما هتظلم الناس بكلمة تضيع الخيرات بتاعت ربنا اللي ربنا مديها لك. وذلك الحسن البصري حتى في الكلمات كان بيقول رأيت أقواما لم تكن لهم عيوب فتحدثوا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوب. الصالحين اهو كمان، الله ورسوله والصالحين، والعلم أثبت ذلك. إيه بقى؟ إيه نظامك ولا إيه نظامك؟ خليك براحتك، إنما بغيكم على أنفسكم. براحتك يا فندم، as you like، براحتك يا فندم، براحتك يا فندم، زي ما انت. خليك واقفة مكانك، الكل سيتقدم وحضرتك واقفة مكانك وحضرتك واقف مكانك. براحتك. أنا بس بوعيك عشان دي رسالة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما. أنا بطبق اللي أنا اتعلمته، بديك علم. العلم ده مش هتسمعه كتير، العلم ده حضرتك مش هتسمعيه كتير قوي، قليل اللي هيتكلمك فيه. طيب، أه
يبقى خلي بالك وخلي بالك من الموضوع بتاع ال الأفكار والمشاعر. بداية السعي في أي شيء هو الفكر. أنت محدودة بأفكارك، حضرتك محدود بأفكارك. في ناس كتير بتزعل إن أنا بقدم هذه الكلمات والعلم، بس أنا مش عايز منك حاجة ولا عايز منك حاجة، أنا عايز من الله سبحانه وتعالى. في ناس بتسمع وبتطبق، وأعلم ذلك جيدا وعارف. في ناس بتسمع وبتطبق، في ناس متابعاني جدا 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 وبيسمعوني دلوقتي وتغيروا عن طريق بعض الكلمات. بس خدي بالك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مش عايز شكرانية، بس اتكلمي في الخير، ما تبقيش أنانية. لما تيجي اتكلمي في الخير بقى عشان تتغيري. مادام بتاخدي الكلام وتنفذيه او بتنفذه، بلاش تنفذيه، بتنفذه. قوانين كونية طبقها. انفق اللي انت عايزه الدنيا توريهولك، اللي الكون عايزه يوريهولك. خير الكون والله يوريهولك، شر الكون والله هيوريهولك. ولذلك الشاعر بيقول زي ما انا قلتها في فيديو سابق: عدايا لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. بيدعي إن ربنا ما يبعدش عنه الأعادية. ليه؟ لأن هم خلوا الله سبحانه وتعالى بجانبه. ركز على نفسه، بدأ يركز على نفسه. فركزوا قوي على أنفسكم، يعني النفس بتاعتك ركز عليها، وخد بالك أنت بتديها إيه، بتجذب لها إيه. أنت بتجذب لنفسك إيه، خير ولا شر، نعيم ولا جحيم. يا رب نكون دايما في النعيم. يا رب نطبق بقى يعني القوانين الكونية اللي ربنا كلمنا عليها. يا رب نطبق ما أثبته العلم. ولذلك في ناس ما بيبقاش عندها أي أمراض، سبحانك يا رب، ما عندهاش أي أمراض، بس كتر اللبلبة لب 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 بيبدأ يجي لها أمراض. الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب يا فندم، كل سنة وأنت طيبة يا فندم. مرحبا بك، دخلت دائرة السوء، دايرة سوء. ليه؟ عملتيش اللي ربنا قالك عليه. بشوف ناس بتصلي وبتطلع صدقات، بس اللبلبة مش للأسف الشديد. والكلمة مقدسة في جميع العقائد. الكلمة اللي طالعة دي مقدسة، كلمتك دي، لأن الكون بياخدها بيتعامل بيها. بيقول لك شبك له بيه، خد من اللي انت أطلقته للكون، خد اللي انت عايز منه. ما هو ده الكون بيتعامل معاك كده. كلمي يا حبيبتي، كلم قوي، وتبقى قابليني لو نفعتي، وتبقى قابلني لو نفعت. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجك من كل ذلك. تفاءلوا بالخير تجدوه. خلي جواك تفاؤل بالخير تجاه نفسك وتجاه الأشخاص، تجاه الكون كله. هتلاقيه قاعدة كونية، افهمها بقى وافهميها. أخرج ما يحلو أن يجذب إليك مرة أخرى. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. والله قوانين كونية أثبتت علميا، أثبتت علميا. اشحن يا فندم زي ما انت عايز، واجذب يا فندم زي ما انت عايز. وانا كنت عامل قانون كورس كامل مجاني لنفع الناس عن قانون الجذب الكوني. قانون الجذب، قانون جذب الخيرات والنعيم. اسمعوا.
يا رب أكون قدمت الأمانة على أفضل ما يكون، ويا رب أكون بقدم العلم كما تعلمته وكما طبقته على نفسي. الحمد لله والشكر لله. وكان فضل الله سبحانه وتعالى علي عظيما بمعنى الكلمة. شكرا يا الله على كل شيء. يا رب تجذب إليكم النعم والخيرات بكل سهولة ويسر وعزة وفرح وبهاء وسعادة دايما يا رب العالمين. يا ريت تطبقوا هذا الكلام مع الأشخاص اللي محتاجة كلمة طيبة، الأشخاص اللي محتاجة طبطبة، الأشخاص اللي محتاجة أموال، الأشخاص اللي محتاجة طعام، الأشخاص اللي محتاجة يد المساعدة. انت ما تعرفش كرمك هيكون في ايه. انت ما تعرفيش كرمك ونصرتك قد تكون في حاجة بسيطة قوي انت مستهترة بيها، وهي عند الله سبحانه وتعالى حاجة عظيمة جدا. اعملي على قدك اللي تقدري عليه، اعمليه. اعملي الخير لو حتة صغيرة، ممكن دي اللي تكون سبب لنعيمك في الدنيا ونعيمك في الآخرة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة ونعيم الدارين الدنيا والآخرة. كل عام وحضراتكم بخير.